المقابلات الاستراليه السعوديه للمنتخب الاسترالي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسرعه دائما المفصلي هو الملعب، يعني هذا اللي بيفصل بيننا وبين المنتخب الاسترالي. يمكن كثير يعني ما هم واثقين في منتخبنا انه ممكن ما يعدي هذه المباراة او المباراة القادمة، وانه كانت المباراتين اللي فاتت كانت سهلة جدا. لا بالعكس، يمكن المباراتين اللي فاتت كانت جدا صعبة، يعني في ظل الظروف، في ظل بعض اللاعبين يعني ما بيلعبوا في انديتهم، يعني وانا واحد من هذول اللاعبين. امامنا مباراة مهمة جدا، مباراة استراليا، لابد ان نكون كلنا مع بعض، يعني نفس اللي حاصل من بداية التصفيات، التكاتف مع بعض، العمل بجد. ما شاء الله الكل عندنا بصراحة، من لاعبين، جهاز اداري، جهاز فني، الكل مجتهد يعني لاجل، بصراحة لاجل هذا الوطن، يعني لاجل سمعة وتشريف الكرة السعودية. الحمد لله الان احنا في مرحلة جدا 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 يعني متقدمة، يعني نقدر نقول ما هي صعبة بصراحة علينا احنا. حلو. الجيل هذا الحمد لله يقدر يوصل، يعني ما بقول لك بالسهل، ولكن بالعمل المتواصل اللي حاصل الان. حلو. نايف، انت تقول احنا لاعبين بعضنا ما يلعب في انديتهم وانا واحد منهم. في ناس تلوم المدرب الهولندي على انه ليش يضم لاعبين اصلا ما يلعبون في انديتهم. والله بالعكس، هي المجموعه اصلا، يعني المدرب خلاص مقتنع تماما. زي ما انت شايف الان الكابتن محمد السلاوي يعني عنده اصابه ممكن بسيطه، المدرب رفض انه هو يرجع، بالعكس عشان نكون كلنا مع بعض، والذكاء من المدرب بصراحه. الفتره هذه الطويله كيف يكون الفريق كله مع بعض للانسجام. يعني انا شخصيا انا بقول لك، انا عن نفسي يمكن في النادي ما لعبت في هذا الموسم الا مباراتين، بس مباراتين يعني لعبها، ولما ما سجلت فيها قال لك الناس زعلت على نايف، وقال لك ليش تضم نايف؟ لا بالعكس، يمكن ما يلعب مباراتين، لكن اجيبه للمنتخب يتمرن يعني قدام عيني، اشوف لياقته، اختبر اللاعب، اذا كان جاهز ليش ما يلعب مباراه. حلو. في ناس تلوم كثير المهاجمين تحديدا. اليوم ناصر انضم لكم، لكن تلوم المهاجمين على انه المهاجمين في المباراتين كلها مش قاعدين يسجلون. والله ماجد، شوف في كرة القدم، لا يعني نحن تعلمنا كمهاجمين العطاء الاول هو للفريق، تخدم الفريق. يعني صح، هي يعني وظيفتك الاولى هي تسجيل الاهداف، ممكن ما تسجل، لكن انا ممكن اصنع، ممكن اعمل، ممكن اجتهد لامور كثير لاجل الفريق. اذا انا اشتغلت لاجل الفريق وسجل واحد من لعيبه الوسط، فاز المنتخب، احنا كسبانين.